ليه بقى انا بقول على القرآن الكريم هو كتاب علم النفس الرباني؟ انا اطلقت عليه ده على فكرة، هو مش حد قايله من العلماء يعني. بس انا عامله لي منهج. تمام. المنهج ده انا حطيت له اساسيات. فانا جيت لما بصيت على النفس البشرية، كأن انا باحث في النفس البشرية، وان احنا بنغوص جواها دايما في محاضراتنا، وكل مشاكل البشر بتنتج من النفس البشرية. لانه النفس دي لما بتتصلح دنيتها كلها بتتصلح ومن حولها. فعلشان كده لقيت انه اكتر واعظم كتاب اتكلم عن النفس البشرية، وعن صلاحها، وعن دواخلها وخوارجها، وعن ما يجول بها، وعن راحتها ورحمتها، ما لقيتش غير كتاب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه هو اللي خلق النفس دي. فاللي خلق الشيء هو الوحيد اللي يعرف راحته فين، ورضاه فين، واكرامه فين. فلقيت انه اكتر فعلا كتاب لما تمسكه في الايات اللي بتتكلم عن النفس. ودي مره يعني احنا كل مره انا بديكوا جزء بسيط منها، علشان كده احنا بنستشهد ببعض الايات والسنه طبعا، لان السنه مكمله للقران. ولكن ما لقيتش كتاب بيتكلم عن النفس البشريه بكل ما يخصها، وبيوصلها لراحتها وإسعادها وللنعيم الأرضي اللي هو أصلا ربنا خلقه لها عشان تعيشه، إلا هو كتاب القرآن الكريم. علشان كده أنا لقيته هو كتاب علم نفس أصلا. يعني إحنا لو بنروح ندرس كتب علماء أجانب عاملين كتب في علم النفس، على عيني وراسي، بس هم في الآخر نفس بشرية ربنا خلقها وحط لها سيستم أصلا في كتابه. فاللي هم اكتشفوه في الكتب اكتشفوه من يعني المشاكل الحياتية اللي بيعيشوها، او من الجلسات والناس اللي بيتعرضوا لهم. لكن انت مين اللي خلقك اصلا؟ اللي خلقك هو اللي عارف السيستم بتاعك ماشي ازاي. اللي خلقك هو اللي اداك الكتالوج بتاعك علشان تعيش صح، او تعيش براحة، او تعيش بسعادة. فاحنا اللي بنبعد عن الكتالوج فبنتعب، فلما بنرجع للكتالوج تاني بنرتاح. الكتالوج ده هو بين قوسين كلمة الفطرة البشرية، فطرة الله اللي ربنا خلق الناس عليها. وقال في القرآن: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فهي الفطرة هي إسعاد البشر. يعني الفطرة الداخلية لما تروح لها وتعيش عليها هتلاقي نفسك سعيد جدا ومرتاح. عشان كده انا من اول ما بدأت محاضراتي عاهدت نفسي وعاهدت الله ان انا ارجع الناس للفطرة. الانثى رجعها لفطرتها، الرجل يرجع لفطرته، البشر يرجعوا لفطرتهم. على فكرة حتى غير المسلم، لو حد معانا هنا غير مسلم، هو جاست رجع لفطرته هيرتاح، سواء بقى على دين اسلامي او غيره. هو الانسان اما بيعيش فطرة الله اللي خلقنا عليها، هي دي اسعاد البشر. علشان كده علشان كده الدين يا جماعة ليس دين بس، الدين حياة. عشان في ناس بتتخيل ان القرآن الكريم بنمسكه في شهر رمضان وهو ده وقته، او في الاشهر الحرم، او في الوقت بتاع اللي هو التدين. يا جماعة لا، لا خالص. القرآن الكريم كتاب علم النفس الرباني اللي ربنا نزله في الارض علشان يغوص جوه النفس البشرية، طبعا مع الاحكام الدينية ومع الحاجات التانية. ولكن القرآن حياة. حياة لما انت بتعيش بيه حياتك باللي ربنا قايله لك ده صح عشانك وده غلط عشانك. هتلاقي كل حاجة ربنا حرمها عليك حرمها علشان فيها خطر على صحتك، علشان فيها تدمير لنفسك وحياتك. وكل حاجة ربنا قالك اتبعها او روح لها او اعملها، هي فيها اسعاد ليك، هي فيها النعيم الارضي اللي انت اصلا عايش يا بشري بتدور عليه في الدنيا. فيعني ده اختصار كده لليه انا سميت القرآن الكريم هو كتاب علم النفس الرباني، واتخذته منهج ليا مع السنة طبعا. لانه هم دول السيستم اللي هيوصل البشر للنعيم الارضي اللي ربنا خلقه. وهم دول اللي لما احنا بنبعد عنهم كتير بنتعب، بنشقى، بنستهلك، بنتدمر. فاحنا لو لاحظتوا اغلب السيشنز او المحاضرات فيها اجزاء بسيطة كده
بنحطها علشان نرجع تاني للفطرة، فنعيش حياة سعيدة ونهدى ونطمن داخليا وخارجيا. انا طبعا ايه يعني بشرح جنب الاسئلة.